أيضا عائشة رضي الله عنها كانت كما نقل ابن القيم ونقله أبو داود بسند صحيح أنها كانت، لعلنا نقرأه نصا حتى لا لاحظ، يقول قال ابن القيم: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. لاحظ حديث رواه أبو داود بسند صحيح، حديث رواه أبو داود بسند صحيح. أذكر وأنا صغير انتشر عن عالم جليل، لا أريد ذكر اسمه حتى لا أريد ذكر اسمه، عالم جليل من المعروفين في الرياض، كان قد احتاج إلى شخص عندهم دائما في بيتهم وهو كبير، فأمر امرأته وزوجته أن ترضعه وأرضعته، فأمر امرأته وزوجته أن ترضعه وأرضعته، وأصبح منتشر عند أهل الرياض، يمكن أهل نجد كلهم يعرفون أن الشيخ فلان هذا عند الشيخ وأرضعته، وأصبح ولد لهم من الرضاع وهو كبير.